في مشكلة في اللاعبين، أنا أتوقع أن في شللية داخل لعيبة النصر، في لاعبين يحاربون لعيبة الشباب ومعروف أسمائهم. العاقل اللي يشوف المباراة اليوم، اللي يشوف مباريات النصر، يحس انه في مشكلة مع يعني اليوم الحكم التحكيمي اليوم، الشخص اللي فيه عقل عنده 100% يقول انه في خلل في الموضوع، يا اما ان النصر ما يفوز وبس، يا اما انه في حاجة، في مشكلة، في يعني لا يقل عن 3 ضربات او ضربتين جزاء اليوم اذا ما ظلمنا الحكم، ضربتين جزاء اليوم هذه راحت في سبيل الله. لعيبة ما في روح، كيف نفوز؟ لعيبة اجانب تعبانين، مدرب تعبان، كيف نفوز؟ انا مع المنزوران يجي مدرب غيره، بس انت الحين تخسر اعضاء الشرف، تخسر جمهورك، خلاص جدد، اطلع يا اخي. حضور وحضرنا، جينا وكل شيء، ولكن لا إدارة تحس ولا لعيبة يحس ولا أحد يحس ولا في أحد أصلا مقدر جيد أصلا أنت للنادي. لو جيت النادي لو امشي توكل على الله. والله للأسف ما تدري، يعني تغيروا فجأة، يعني بوه لاعبين يطلعوا مثلا عندك مثل عبد الله مادو ما شاء الله ظهر في هذه المباراة، لكن باقيين كلهم حتى التشكيلة شينة، ودي أعرف من اللي حط التشكيلة. أنا ضاربين أكثر من 350 كيلو من القصيم جايين وفي الأخير ما شفنا شيء. شوف أنا بوجه رسالة للحكام، لجنة الحكام، أنا طالب منهم قبل يجي الحكم إنه يقسم على كتاب الله الكريم إنه يؤدي بما يرضي الله. يا ريته ما راح زوران. ليش؟ لأنه أحسن مدرب بالعالم. كان يفوز النصر؟ إيه. والمدرب اللي الحين؟ لا ما يفوز. لازم يجيبون حكام مجتهدين، ما في حكام أقول لهم يقدمون استقالاتهم أحسن لهم. المفروض يغير محمد السهلاوي، يطبب حسن الراهب، والمفروض اصلا الحين ليش ما يطبب يطلع فيكتور ريال قصدي. انا اقول ترح يعني يترك مكانه فيصل بن تركي، الشخص يجدد دم نصراوي جديد، هذا اللي نبغاه بس. أطالب رحيل الرئيس ورجعت عبد العزيز العمراني، وطرد حسين عبد الغني المستولي على النادي كامل، وطرد المدرب. حسين عبد الغني من يوم ما اجى النادي النصر وهو اخذ بطولات النصر صراحه، كان غايب عن البطولات اكثر من 18 سنه، وجا واخذ 2 دوري على طول. انا اقول اللعب النصر محتاج يلعب حواري، لو يلعب حواري احسن له صراحه، يعني هذا لعب اليوم برحه يا رجل.